النهارده يا بنات هنعمل معاكم سمك مشوي. بصوا الكبه فيها حبه فلفل احمر حراق، كنت انا بفرم فلفل، هنزلكم فيديو لوحده. حطيت حبه صغيرين عشان شويه حراق، وفلفل اخضر وطماطم وجزر وتوم. تمام. دي هنعمل بيها، هعمل لكم دلوقتي طريقه حلوه لميه السمك المشوي، وكمون. تمام. ده هنشوي سمك قراطه النهارده، اللي هو الدنيس دوت. طعمه كان تحفه، كنت جايباه من البنت ونزلت لكم الفيديو امبارح ان هو كان عليه عرض في البنت. كان طعمه جميل جدا ما شاء الله، كنت بالله كان جميل فعلا، كان عامل زي الزبده. طلعنا بقى الكبه الكبيره النهارده عشان كنا بنعمل الفلفل الاحمر بنفرمه، وهنزل لكم فيديو لوحده. عملت فنجان مخلل معايا برده هوريه لكم. كان عندي في التلاجة كده بيقعد 3-4 شهور. افتكرت ان انا عندي بقدونس، قلت هحط كمان حبه بقدونس في الخلطه بتاعت السمك اهو. الخلطه ديت اللي احنا بنحط عليها ميه سخنه وننقع فيها السمك المشوي، هتشوفوه دلوقتي. طريقه سهله وسريعه وجميله جدا وتغيير، وكان طعمه حلو جدا في الميه اللي احنا عملنا بيها السمك. طريقه الاسكندرانيه بقى. نحط ملح، كنت نسيت احط ملح، قلت هحدقه بالمره. شايفين الليمون الاخضر ده بنجيبوه من السوق، احنا جميل جدا يعني. بنجيب الكيلو ب3 يورو بس، جميل في ميه بتاعته جميله قوي كمان يعني. بس حطينا ملح. طبعا الملح مش كتير يا بنات عشان دوت ميه السمك، دي التقديحه بتاعت ميه السمك. ف الكبه كانت معنداني جدا، مش عايزه تتركب مع بعضها، بس انا ضربتهم كلهم مع بعض وهسيبهم بقى على جنب واوريكم هنعمل ايه دلوقتي. نجيب بقى الجريل دلوقتي. احنا ديت الخلطه اللي احنا هناخد برضو منها البتنجان، وهاخد منها حبه للرز. طريقه سهله وسريعه وجميله جدا كمان. هنا معانا في طبق في رده، وهنا الجريل، وهنبدا بقى ايه نشوي السمك. كنت كمان شويه متاخر بالليل، بس يعني كان على طول بقى وكان سخن كده، كان تحفه بصراحه يعني. كنت شويه الساعه 5. هنا اهو الدنيس كنت غسلته بقى من جوه. انا عامله له فرشه مخصوص لبطنه. عارفين انتوا السلسله جوه بتبقى فيها دم، فانا عامله له فرشه مخصوص ان انا يعني اعمل بالفرشه من جوه، بحيث ان الدم كله اللي في السلسله من جوه يطلع. بس نبدا بقى نحطه في الرده كده، ونبدا ايه. طبعا احنا مولعين النار على الجريل. تبداي بقى ايه تسخني الجريل بحيث لما تحطي السمك ما يلزقش في الجريل. انا هنا بقى بشوي السمك، وهنا بقى ايه كنت اسمها ايه قشرت البتنجان، وهنبدا نقطعه. معلش بقى لان احنا هنا طنجسنا جايين من الكولوكيو بتاع المدرسه، وبصوا احنا بقى في اخر السنه بتاعت المدارس، دماغنا قد كده اهو. وانا بسجل فيديو يعني، انا يا دوبك طلعت من الكولوكيو اللي هو الاجتماع، جيت البيت على طول اسجل الفيديو. بس هنا طبعا قطعت البتنجان وبحط عليه شويه ملح واسيبه على جنب عشان ينزل ميته وما يشربش زيت كتير. طبعا الطريقه دي كلنا عارفينها وكلنا بنعملوها، اتعلمنا طبعا من امهاتنا يعني. هنا بقى كنت بشوي السمك عقبال ما البتنجان بتاعنا ايه ينزل ميته. لو انتوا شايفين كده بقلبه. طبعا انا كنت قلت للست اللي في البنت ايه، شيلي بس بطن السمك وما تشيليش القشر اللي فوق. هي يعني الله يديها الصحه راحت برضو مقشره من فوق تقشيره خفيفه كده، ونست اللي انا قلته لها يعني. بس يلا، لو كانت بسابت القشر ما كانش زمانه يعني اللحم بتاعه باين كده. بس هي بقى الله يسامحها بقى يعني، شالته غصب عنها، ممكن تكون ما تقصدش يعني. انتوا عارفين هنا لما بيعملوا السمك على طول بياخدوا الحتتين من فوق من تحت كده وبطنه وخلاص يعني. هنا بقى كانت اخر سمكتين خلاص شويناهم. بصي يا بنات الجريل ده بنضفه ازاي عشان ما يبص مني. بحط فيه بيكربوناتو، وبحط فيه صابون مواعين وميه سخنه وليمون، واسيبه يغلي على النار. لا بقى كده لما بيغلي على النار بسيبه يبرد، واروح بقى تحت الحوض اعمله بالاسفنجه كده، بينضف من غير ما تكحتيه ولا اي حاجه. بينضف على طول الجريل من غير ما تعملي اي حاجه. بس هنا بقى البتنجان بدات احمره. انا شايفين الايد التانية فيها منديل، انا بحب اتك عليه بمنديل عشان انزل ميته عشان ما يشربش زيت، وفعلا ما شربش زيت. الزيت اللي انا حطيته في الطاسه هو اللي حمر لي كل البتنجان وبقى كمان زيت.
شايفين بقى ديت اخدت حته خلطه من الحته اللي هي احنا عملنا بيها الاول، اللي هو الخلطه اللي احنا ضربناها مع بعض، اللي هو الجزر والفلفل والثوم وكل ده. اخدت منهم حبه وحطيت عليهم شويه خل بلسمكو وعصاره ليمون. تمام. نبدا بقى نحطهم فوق البتنجان. هنعمله كده على الناشف البتنجان، مش هنعمله بالصلصه. انتوا عارفين الخلطه اللي انا عملتها اول مره للسمك، اللي هي البقدونس والفلفل والثوم والطماطم والجزر، هي دي بقى. انا قلت لكم هاخد منها البتنجان، خدت منها حبه البتنجان حطيتهم فوقيها، حطيت عليهم خل بلسمك وحطيتهم فوقيها وعصرت ليمون كمان. هنا بقى بقيه الخلطه نحطها في الصينيه، عشان انا كنت عايزه الكبه عشان اضرب فيها البصله بتاعه الرز. تمام. دي الخلطه اللي انا خدت منها البتنجان يا بنات. بس انا ضربت البصلايه نحطها بقى تتحمر عشان نعمل الرز. طريقه سهله وسريعه. هنا بننزل بقى ايه الزيت اللي في الازازه كله، يعني بنصفوه بقى خلاص، خلصت الازازه. بس هنا بنحمروه. وخدنا بقى هنا حبه كمان اهو. شايفين انا بعمل الفيديو، يعني بعمل الاكل امبارح وبتفرج على فيديو تاني يعني. بس خدت حبه من الدقه قدام منكم بعد ما البصله اتحمرت حطيتها، عشان ما ينفعش احطها والبصله بتتحمر يتحرق. بس وفي الاخر بقى انا بديها طعم، يعني الثوم بيتحط في الاخر عشان ما يتحرقش، الثوم بيتحمر يعني قبل البصل بكتير. فبعد ما البصله خدت لون انا خدت حبه من الدقه دول حطيتهم وقلبتهم شويه، وبعد كده حطيت الرز. تمام. نبدا بقى دلوقتي نحط الميه. نزود الميه بالطريقه اللي احنا عاوزينها على قد الرز. انا طبعا بحط بالويم يا بنات، انا الحمد لله شكر لله بعرف اعمل بالويم، ان كان ملح بقى ولا ميه ولا رز بعرف اعمل بالويم على قدنا. بس ونقلب. نسيبوه بقى يتشرب براحته. هنا بقى ايه هنعمل الدقه بتاعه السمك، الميه بتاعته. هنا برضه زودت شويه ملح عشان ما كانش كتير، ونبدا بقى نحط ايه ميه سخنه من الكتل. بس ونبدا بقى دلوقتي ننزل السمك في الميه الدافيه دي. بس نقلبوها بالمعلقه ونبدا ننزل الميه في قصدي سكوزامي، ننزل السمك في الميه اللي احنا عملناها مع بعض دي. مقدرش اوريكم السمك اهو، انا محتاجه كنت اجيب زي الطبق وماسك طلع بيه السمك. نبدا بقى نحط السمك اهو. ونبدا نطلع السمك. الميه طبعا سخنه، لو انت حسيتي ان الميه بردت تقدري تولعي النار على الميه قدامك كده عادي. نبدا بقى نصفي السمك ونبدا ايه نطلعه. سمكه احطها. انا كنت مطلعه صينيه زي ما انتم شايفينها كده طويله عشان اتحكم في الميه، والسمكه لما تنزل في الميه يعني تغطيها. تمام. حتى برضو كنت بقلبها الناحيه التانية، بس ايه نفس القصه يعني، بحيث ان هي يعني تسخن من ناحيتين. والسمك اوريدي انا كنت لسه شوياه، يعني مش مثلا شويته وسبته على جنب وبرد، لا انا كنت لسه شوياه اصلا. يعني عملت الاكل، يعني عملت الاكل وكلناه على طول، ما استناش حد بقى يجي وحد يعمل، لا احنا عملنا، انا عملت الاكل وعلى طول اتغرف. يعني انا كمان كنت عاملاه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، عملت الاكل متاخر امبارح، وده اصلا غدا امبارح يا بنات. بس نعمل واحده تانية معاكم. بس هنا اهو زي ما انتم شايفين، ده كان الرز وده كان البتنجان، طعمه كان تحفه جدا، لازم تجربوه. وده كان السمك. ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. بتمنى الفيديو تعجبكم، وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.